مو بس بيجي ليقول حواره، كان الحقيقة يضيف كثير على الدور من ملاحظات، من إسهامات، يضيف على المشهد، يضيف على الحلقة، لنوصل بالشكل الأمثل للشيء المطلوب، ولنخلق الجو الشامي الحقيقي والمطلوب بمسلسل بيت جدي. الله يخلي لي إياك يا أبي، الله لا يحرمني منك يا تاج راسي أنت. تعالوا عمو تعالوا. لك علينا يا عمو، كلوا حبيباتي كلوا. هاي مني كمان عمي. هلا بتسمي الوش. هلا وينكم وينكم؟ شو هالشرق؟ حلياني ولا حلياني؟ ها حلياني؟ الله يرضى عليك يا ابي. مور يا ابي. تاخذهم لعند امك، خليها تشوفهم وترجعهم لهون. ايه على راسي، تأمر. تعال. ومعروف أيضا مشاركاته المتميزة في مسلسلات رائدة في تاريخ الدراما السورية، مثل حمام الهنا ومقالب غوار ووين الغلط ووادي المسك ويوميات أبو عنتر. لا أنا ما بسمح لك تحكي هكذا على أفلامي. 20 أغنية على الدرب. الحقيقة الفيلم ما كان فيه 20 أغنية، كانوا 22 أغنية. ما شفتوه. على كل نحن راح ندير بالنا عليه وما راح نبخل عليه بأي نصيحة. عملنا مجموعة حلقات كوميدية، كل حلقة بقصة مستقلة وموضوع مستقل. كان كامل اسمه وين الغلط. كان كل حلقة لها عنوان: شرطة المرور، أزمة سكن، شهاب الدين، معمل حمير. وآخر أعمال ناجي معنا، وطبعا مع دريد، كان بعد مرض المرحوم نهاد قلعي ما كان معنا نهاد. كان العمل من تأليف دريد ومحمد الماغوط اللي هو وادي المسك. أنا لو واحد مثل النمر في معه 2000 ليرة وفلهوي وذكي مثل حكايتي بروح مشغلهم، لأنه ال100 بتولد 50، ال50 بتولد 25، 25 بتولد 15، 15 بتولد 10، ال10 بتولد 5، 5 بتولد ليرة، الليرة بتولد ربع ليرة، ربع ليرة بتولد فرنك. ولا فرنك شو بيولد؟ ما بيولد، هذا ذكر. أول ما اشتغلت أنا وياه اشتغلت بمسلسل صح النوم، وبهالمسلسل الشخصية يعني كان بنقاش دائم مع المرحوم نهاد قلعي ومع المخرج الأستاذ خلدون المالح وحتى مع الأستاذ زريد، إنه أنا رح أساوي هيك، شو رأيكم؟ ساوية ولا ما حلوة؟ بكل لطافة وبكل إنسانية. رجل دراما. حتى بعد منها اشتغلت أنا وياه بمسلسل وادي المسك. اللي شو عم كل أكلات غير الفول؟ عم غير الفول حمص. لكو غير الحمص والفول ما عنا شيء. لك ليش كل ما اقول لك شو في عندكم بتقول لي اللي بتمرق؟ اصول الصنعة. ايه تضرب شو مالك، لست طعام ولست مزموز. خذ صحن فول من خلتي، خذه جيب صحن حمص عواضه. ابتدت معرفتي بالفنان المرحوم ناجي جبر بسنة 1996 عندما كلفت من قبل المنتج الراحل تحسين نوادري بإخراج مسلسل كتبه أديبنا الكبير الأستاذ عادل أبو شنب بعنوان يوميات أبو عنتر. ولحد هلا بتذكر اللقاء الأول اللي تم بيني وبين الأستاذ ناجي الله يرحمه في مكتب تحسين نوادري. بتذكر إنه كان في رهبة من قبلي لهذا الفنان الكبير. كان نجوميته بهذاك الفترة كانت كثير ساطعة وكثير كبيرة، فأنا اعتقدت إنه أمام نجم كبير، فبالتالي فهو حيكون التعامل معه تعامل متعب فيما بعد، يعني في وجع راس في هالأشياء هاي. بس الحقيقة هذا اللقاء وهذه الرهبة لم تدم سوى دقائق. كسر هذا الجليد وكسر هذه الرهبة، وبسرعة اقتربنا من بعض وأصبح في بيناتنا شيء جميل. أحسنت، وصدقني لم ولن ولا وكلا أخبي قرش عنك. باطل
اتوكل على الله ولا تنسى بدي اياك لفريق كرة القدم مثل ما قلت لك. لا تخاف مالي نسيان. بجوز اذا عندك شي مشوار لحتى وصلك، وإلك علي ما باخذ اجرة الا على العداد. برافو ابو عنتر، فيري برافو، تعجبني. في أعماله جميعا وكما يذكر جميع من عملوا معه، كان الفنان ناجي جبر محبا لعمله، مخلصا لأخلاقيات المهنة، متواضعا ودودا، يضفي الطمأنينة على المكان وعلى الناس فيه. يعشق عمله، يدور على تفاصيله. بعدين هو كفنان بالاستوديو ما في أحلى ولا ألطف ولا أجمل من هيك فنان. بتحسيه هذا الأبو عنتر، تحسيه طفل ممكن يساوي أي شيء بالاستوديو لحتى العمل ينجح. يعني مو بس ممثل، إذا شاف عمال حاملين ديكور يحمل معهم، إذا شاف حدا لازم بده ينقل كنباية ما يستنى إنه يجيبوا فلان أو نادوا لعمال الديكور هو. فبالتالي كان يغرق مو بس بدوره، بيغرق بالجو العام تبع العمل. بالإضافة لشيء كتير كتير مهم، يعني مو بس أنا، أي فنان بتلاقي بيرتاح لوجود ناجي بالاستوديو. قد ما هو زلمة طيب، قد ما هو ونس. أنا لما بشوف ناجي بالاستوديو بحس بالطمأنينة. هو نجم بأخلاقه، نجم بتعامله، ونجم بتواضعه، نجم بالتزامه في الحضور للتصوير، نجم متفهم لكل مشاكل التصوير. أنا أذكر أنه هذا المسلسل كان فيه مشاكل إنتاجية كبيرة، كان هو يعني دائما يحاول يحيط هذه يذلل هذه العقبات، ويحاول أنه هو يخلق جو جميل في اللوكيشن التصوير مشان نقدر نحن نشتغل. أنا بداية علاقتي مع المرحوم من أيام الأبيض والأسود في التلفزيون السوري. كان بدأنا سوية العمل بمسلسل أولاد بلدي، كان من المسلسلات الهامة الحقيقة يلي كان له صدى كبير، كتابة الأستاذ أكرم شريم. وأخذ هو شخصية الحقيقة متميزة يعني، وكان ما له علاقة طبعا بكل شيء يمكن هلا صار عنا تفكير حوله بشخصية أبو عنتر أو ما أبو عنتر. هو الحقيقة أبو عنتر هو صار قالب له، بس إنما كان كممثل له تميز وله اجتهادات، والحقيقة فنان بكل معنى الكلمة. لقد كان الفنان ناجي عضاضة متينة في الدراما السورية، كان سنداً قوياً متيناً في المشهد الدرامي السوري، وكما يرى البعض في المشهد الدرامي العربي. عضاضة متينة بتأسيس الفن في سوريا. أستاذ ناجي جبر صديق وفي، مخلص لكل أصدقائه، صاحب روح حلوة وجميلة. فعلا نحن افتقدناه وافتقدته، يعني الشاشة مو السورية العربية. ما بتتصوري قديش هو ملتزم ومجتهد ومحب